السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الأول الثانوي في كل مكان. معاكم سيد صابر أستاذ اللغة العربية. تعالوا النهاردة كده نحل أسئلة درس التشبيه من كتاب الامتحان. قلمك وكشكولك وكتابك، كوباية الشاي الجميلة بتاعتك، تعالى معايا. يلا بينا يا بطل نبدأ كده. أول سؤال عندنا بيقول لك ميز الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية. طيب أول سؤال بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي ولقد ألوذ بكنز صبري طالبا حسن العزاء ولا تحين عزائي. هو عايز ايه؟ هو هنا بيقول لي انا عايز المشبه به. طيب احنا عندنا اسلوب التشبيه بيتكون من كام حاجه؟ 4: مشبه، مشبه به، اداه تشبيه، وجه الشبه. طب فين هنا المشبه والمشبه به؟ لما اجي ادور على مشبه ومشبه به انا بسال مين زي مين؟ مين زي مين علشان اطلع الاجابه. طيب انا ايه اللي عندي هنا شبه التاني؟ هنا بيقول لي ولقد ألوذ بكنز صبري. طب انا شبهت مين بمين؟ انا هنا صبري ده المشبه، شبهته بمين؟ شبهته بالكنز. يبقى انا عندي مشبه صبري وكنز مشبه به. طب هو طالب ايه؟ طالب المشبه به، يبقى احنا عندنا كنز هو المشبه به. طب رقم 2 بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي قوم اذا لبسوا الدروع حسبتها سحبا مزررة على الأقمار. طيب هو هنا بيقول لي في قوم كده لو لبسوا الدروع بتاعت الحرب بتاعتهم يعني هنحسبها اكنها سحب بالظبط مزررة زي الزراير بتاعت القميص كده على الأقمار. طب هو عايز ايه؟ هو عايز أداة التشبيه. طب فين أداة التشبيه هنا؟ أي كلمة بمعنى زي أداة التشبيه. طب أنا عندي فين أداة التشبيه؟ عندي حسبتها هي أداة التشبيه. طيب هتقول لي هي أداة التشبيه تيجي فعل؟ أقول لك اه تيجي فعل زي ناظر، زي يحاكي، زي يشابه، عادي جدا. طب رقم 3 بيقول لك وامطروا روضها علما ومقدرة حتى تفتح من ازهارها الامل. طب هو عايز ايه؟ هو بيقول لك المشبه في البيت السابق. طب فين المشبه عندي هنا؟ تعال نقرا تاني البيت. وامطروا روضها علما ومقدرة حتى تتفتح من ازهارها الامل. الامل ده هل هو ازهار؟ لا. يبقى انا عندي المشبه هنا الامل، يبقى انا هنا المشبه الامل. طب رقم 4 بيقول ايه؟ بيقول انت نجم في رفعة وضياء تجتليك العيون شرقا وغربا. هو عايز ايه هنا؟ عايز وجه الشبه. طيب فين المشبه؟ المشبه انت، ده المشبه. فين المشبه به؟ انت نجم، ده مشبه به. طيب احنا بنقول في التشبيه مين زي مين في ايه؟ انت زي النجم في الرفعة والضياء، يبقى رفعة وضياء هنا بسميها وجه الشبه. دي الصفة المشتركة بين الاثنين. طيب هو عايز ايه؟ وجه الشبه. طب وجه الشبه هنا فين؟ في رفعة. طب هو ده اصلا تشبيه نوع ايه؟ نوع مجمل، لان انا عندي 3/4. رقم 5 بيقول لي سرى داء التواكل فيه حتى تخطف رزقه ذاك الزحام. طيب انا عايز ايه؟ عايز المشبه به. طيب هو البيت هنا قصده ايه؟ سرى داء التواكل. داء يعني ايه؟ داء يعني مرض. طيب يعني ايه التواكل؟ التواكل ده اللي هو عكس التوكل. يعني انا عندي مثلا لما اقول ان في واحد متوكل على الله، يعني واحد بياخد بالاسباب وبيروح شغله وربنا بيكرمه. طب التواكل هو عكس التوكل، ده حاجه مش حلوه يعني. حتى تخطف رزقه ذاك الزحام. يعني ايه؟ يعني قال لك ان الراجل ده كان في داء التواكل لحد ما رزقه اتخطف منه يعني. طيب يعني قاعد مستني كده رزقه يجي له لحد عنده. طب هو هنا عايز ايه؟ بيقول لي عايز المشبه به. مين زي مين؟ طب احنا خدنا في التشبيه البليغ ان احنا في صوره من صور التشبيه البليغ اللي هي المضاف والمضاف اليه. طب هي موجوده عندي؟ عندي داء التواكل. ركز كده معايا، عندي داء التواكل ده مضاف ومضاف اليه. طب التشبيه البليغ لما يجي لي مضاف ومضاف اليه بعكس الطرفين، ده المشبه وده المشبه به. التواكل هنا هو المشبه وداء مشبه به. طيب يبقى انا عندي المشبه به هو كلمة داء. رقم 6 بيقول لي يكسوه من شعره ثوبا. يكسوه من شعره ثوبا يخلده وليس يبلي جديد الشعر أزمانه. طب هو عايز ايه؟ بيقول لي مشبه في الأبيات. هو أنا بشبه ايه بإيه؟ مين زي مين على طول؟ أنا عندي هنا مين زي مين؟
خلي بالك هو هنا بيقول لي يكسوه من شعره ثوبا. هو انا شبهت ايه هنا؟ انا شبهت الشعر بالثوب صح؟ يبقى انا هنا شعره ده مشبه، ثوبا مشبه به. طب هو عايز ايه هنا؟ عايز المشبه، يعني شعره هنا هو المشبه. رقم 7. فغدت تحاكي السهم منطلقا في جريها والطيف او والطيف اذ يسري. اداة التشبيه في البيت ايه هنا؟ اهي بقى واضحه قدامك، تحاكي، يبقى تحاكي هنا هي اداة التشبيه. رقم 8. النشر مسك والوجوه دنانير واطراف الاكف او اطراف الاكف عنم. طيب نوع التشبيهات ايه هنا؟ احنا عندنا ادي مبتدا وخبر. خلي بالك النشر او النشر زي المسك. طيب خلي بالك هنا احنا عندنا ادي تشبيه، والوجوه دنانير ادي تشبيه تاني، واطراف الاكف عنم. العنم اللي هو بيبقى شجر لونه احمر كده بيكون لين. قال لك النشر مسكوا يعني رائحتهم طيبه، والوجوه دنانير يعني وجوههم صافيه زي الدنانير. طب دي كلها تشبيهات نوعها ايه؟ عندي مشبه، عندي مشبه اللي هو النشر، وعندي مشبه به اللي هو مسك، يبقى ده تشبيه بليغ. 2/4. 9. العالم سراج أمته في الهداية وتبديد الظلام. وجه الشبه في العبارة ايه؟ قال لك العالم سراج، يبقى العالم زي السراج ادي مشبه، وادي سراج أمته ده مشبه به، في الهداية هو ده وجه الشبه. طيب هو عايز ايه هنا؟ وجه الشبه يبقى الهداية. اللي بعد كده بيقول لك ميز الصور التي جاء عليها التشبيه البليغ. احنا عندنا التشبيه البليغ بيجي بكذا صورة، منهم مبتدأ والخبر، ومنهم ما أصل المبتدأ والخبر، أو الحال وصاحبه، أو المفعول المطلق، أو بيكون المشبه به أو المشبه مجرور بمن. أول سؤال بيقول ايه؟ عزماتهم، العزم يعني القوة بتاعتهم، قطب يعني سيوف، وفيض أكفهم سحب، وبيض وجوههم أقمار. طيب هو هنا التشبيه البليغ جاي لي بصورة ايه؟ عزماتهم، لو جيت اعربها دي مبتدأ مرفوع بالضمة، عزماتهم مالها؟ قطب، يبقى ده تشبيه ادي مشبه وادي مشبه به. طيب نوعه ايه او شكله ايه؟ المبتدأ والخبر. قال لك رقم 2 ينصروا الطل عليهم لؤلؤا يخجل الدر صفاء وانتظاما. قال لك بص، قال لك التشبيه هنا شكله عامل ازاي؟ تعالى كده معايا على البيت التاني. قال لك يخجل الدر صفاء وانتظاما. تعالى معايا، يخجله ده فعل ايه؟ فعل مضارع صح؟ هو بيخجل ايه؟ يخجل هو الايه؟ الدر ده مفعول به منصوب. طب صفاء الكلمة دي حال، اعرابها حال منصوب. فهنا عندي نوع التشبيه البليغ هنا او شكله ايه؟ الحال وصاحبها. الدر هنا انا قلت ان هو صفاء او حاله كان صفاء. طيب دارت على فلك الزمان ونحن قد درنا على فلك او على فلك من الاداب. بص بقى، فلك من الاداب، ركز معايا. انا هنا شبهت الاداب اللي هي ايه؟ ان هي فلك، ده مشبه به. طيب ركز بقى، هو هنا شكله ايه؟ شايفين مندي جاي قبل مين؟ جاي قبل المشبه، يبقى انا هقول له هنا الاتيان بالمشبه اهو مجرورا بايه؟ مجرورا بمن. طيب نزلنا دوحه فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم. بيقول لك نزلنا دوحه، الحديقه بتاعته او البستان يعني، فحنى علينا حنو. حنى وحنو ده مفعول ايه؟ مفعول المطلق. خلي بالك شكل من الاشكال التشبيه البليغ اللي هو المفعول المطلق، اللي هو شرب شربا، اكل اكلا، وهكذا. طيب زبلت غصون الود فيما بيننا وجرى الذي كان منه تعوزي. خلي بالك بيقول لك زبلت غصون الود فيما بيننا وجرى الذي قد كان منه تعوزي.
طيب هو هنا عايز شكل التشبيه البليغ. طب التشبيه البليغ هنا ايه؟ طيب بص بقى، قال لك هنا زبلت غصون الايه؟ زبلت غصون الود. طب انا عندي هنا غصون الود، بص كده، غصون الود، ده مضاف ومضاف اليه. فين المشبه؟ الود اهو. فين المشبه به؟ كلمة غصون. قلت لك لما يجي لي التشبيه البليغ مضاف ومضاف اليه بعكس الطرفين، بقرا من الشمال، ادي مشبه وادي مشبه به، يبقى ده اضافة المشبه الى المشبه به. رقم 6، ورفرف روح غريب الجمال بأجنحة من ضياء القمر. طب هو هنا عايز ايه؟ هو عايز شكل التشبيه البليغ. طيب فين التشبيه اللي عندي هنا؟ بأجنحة من ضياء القمر. أنا بشبه، أدي المشبه، الأجنحة، المشبه به إن هي ضياء القمر. طيب المن هنا أو حرف الجر المن جاي قبل إيه؟ جاي قبل المشبه به، يبقى هقول له الإتيان بالمشبه به مجرورا بمن، اللي هي به. فاكشف آفاقا من النبل والرضا تخامرها سحب من الكبت والغم. بص بقى، هو هنا شكل التشبيه ايه؟ بص انا عندي مين زي مين؟ انا عندي سحب زي الكبت، يبقى انا هنا بشبه ايه؟ بشبه الكبت بسحب ولا السحب بكبت؟ لا، بشبه الكبت، ادي مشبه، بسحب ادي مشبه به. طب حرف الجر جه قبل مين؟ جه قبل المشبه، يبقى انا هقول له الاتيان بالمشبه مجرورا بمن. رقم 8، والعلم زينة أهله بين الورى سيان فيه أخو الغنى والمعدم. والعلم زينة، العلم زي الزينة، يبقى ده تشبيه. طيب أنا عايز أعرف العلم هنا، العلم هنا مبتدأ مرفوع بالضمة، طب وزينة هنا خبر مرفوع بالضمة، يبقى عندي هنا شكل التشبيه البليغ مبتدأ وخبر. رقم 9، بسمت كوكبا ومرت نسيما. خلي بالك، هو هنا بيقول لي ايه؟ بسمت، هو هنا بيتكلم عن محبوبته طبعا، بيقول لك بسمت يعني لما بتضحك كده، كوكبا. طب ثواني كده، كيف بسمت هي؟ كوكبا، يبقى كوكبا دي حال. يبقى انا شكلي هنا التشبيه البليغ الحال وصاحبه. ومرت نسيما نفس الكلام، وشدت بلبلا نفس الكلام، وفاهت خطيبا، كل دي تشبيهات بلاغية الحال وصاحبه. رقم 10، مقيم على عرش الطبيعة حاضر ولكنه بين الأنام فقيد. طيب هو عايز ايه؟ شكل التشبيه البليغ. طب مين زي مين؟ عرش الطبيعة مضاف ومضاف إليه نكرة ومعرفة، يبقى أقلب الطرفين مشبه مشبه به زي الفل. طيب يبقى أنا عندي هنا الشكل إضافة المشبه إلى المشبه به، أو إضافة المشبه به إلى المشبه اللي هو مضاف والمضاف إليه. طب تعالى معايا على رقم 11، كم من وتر نام على صدر عود نوم غاف مطمئن. طيب بص بقى، خلي بالك هنا وتر، الوتر عارفين الوتر اللي هو بتاع الجيتار، نام على صدر عود نوم، نام نوم على طول، ده مفعول ايه؟ مفعول مطلق مبين للنوع. يلا بينا نكمل السؤال اللي بعد كده، بيقول لي ميز نوع التشبيه. طيب احنا عندنا يا اما تشبيه مفرد اللي هو بيكون نوعه ايه يا ايه يا ايه، يا اما مفصل، يا اما مجمل، يا اما بليغ، يا اما تشبيه مركب بشبه حالة بحالة، تمثيلي او ضمني اللي هو يفهم من سياق الكلام. طيب تعال نكمل كده ونشوف السؤال بيقول لنا ايه. بيقول لي والوجوه مثل الصبح مبيض، احنا بس نوضح كده الكلام. والوجه مثل الصبح مبيض والفرع مثل الليل مسود. طب هو عايز ايه هنا؟ ميز نوع التشبيه. طب نوع التشبيه هنا ايه؟ والوجه ده المشبه، مين زي مين؟ الوجه زي الصبح، ده مشبه به
في ايه؟ مبيض، دي وجه الشبه. يبقى انا عندي هنا كام ركن من الاركان؟ عندي 4، يبقى ده مفصل. هذه المجرة والنجوم كأنها نهر تدفق في حديقة نرجسي. طيب هنا بيصور ايه بايه او بيشبه ايه بايه؟ حالة المجرة والنجوم كأنها، دي أداة تشبيه، نهر تدفق في حديقة نرجسي. طب أنا هنا بصور حاجة مفردة بحاجة مفردة، ولا بصور هيئة بهيئة أو حالة بحالة؟ لا، بصور هنا حالة بحالة. المجرة والنجوم أو حالة المجرة والنجوم زي نهر تدفق، زي نهر إيه؟ تدفق. يبقى ده تشبيه تمثيل. تزدحم القصاد في بابه والمنهل العذب كثير الزحام. طيب هل هنا في تشبيه ظاهر عندي؟ في حد زي حد؟ لا. طب انا بشبه هنا حاله بحاله؟ لا. قالك ده تزدحم القصاد، يعني بيبقى في زحمه قدام بيت الراجل ده علشان هو كريم يعني. والمنهل العذب كثير الزحام، يعني الناس الكريمه دي بيكون الدنيا عندها زحمه شويه. طيب قالك ده تشبيه ضمني لانه فهم من سياق الكلام. السؤال الرابع بيقول انما الناس كالسوائم في الرزق سواء جهولهم ولا عليم. طب هو الشاعر هنا يقصد ايه؟ بيقول لك الناس كالسوائم. يعني ايه السوائم هنا؟ البهائم. بس هم الشاعر هنا ما بيشتمهمش، لا، هو بيقول لك ان زي ما ربنا كده بيبعت لكل بهيمه او كل حيوان رزقه، بيبعت للناس رزقهم سواء الجاهل منهم والعليم. طب انا عايز هنا المشبه. المشبه هنا الناس، الكاف هنا اداه تشبيه، السوائم هنا مشبه به، في الرزق هنا وجه الشبه. يبقى أنا عندي كل الأركان موجودة، يبقى ده تشبيه إيه؟ تشبيه مفصل. طيب رقم 5، ليس الحجاب بمقصي عنك أو عنك لي أملا إن السماء ترجى حين تحتجب. طب هو هنا بيقول إيه بقى؟ بيقول الشاعر مفيش حاجة بتبعدني عنك. هو هنا بيكلم محبوبته، زي بالظبط السماء لما بتكون مغيمة ده ما بيحجبناش عن السماء، بالعكس ده احنا بنقعد نرجو السماء ان هي ايه؟ ان هي تدينا الخير اللي فيها اللي هي المطره يعني. فهو هنا بيقول ان مفيش حاجة بتمنعه عن المحبوبة، مفيش حاجب او مانع بينه وبينها يعني. طب هو هنا في تشبيه، في حاجة زي حاجة؟ لا. طب انا بشبه هنا هيئة بهيئة؟ لا، مش بشبه هيئة بهيئة، يبقى ده ضمني. طيب يخوض الشيخ في بحر المنايا، المنايا اللي هو الموت يعني. فخلي بالك هنا عندي مضاف ومضاف اليه، بحر المنايا، شبهت المنايا ببحر، ده تشبيه ايه؟ تشبيه بليغ. كيف اهرب منه انه قدري، هل يملك النهر تغييرا لمجراه؟ بيقول لك هنا انا اهرب ازاي؟ اروح فين؟ انه قدري، دي حاجه ربنا عملها لي، قدر، ههرب منها اروح فين يعني؟ هل يملك النهر تغييرا لمجراه؟ هو النهر ده في يوم من الايام يقدر يغير مجراه؟ طب هل هنا في تشبيه؟ في حاجه زي حاجه؟ لا. طب هو انا بيشبه حاله بحاله؟ لا برضه، ده هو ادانا هنا ايه؟ حكمه، فده بقول عليه تشبيه ايه؟ تشبيه ضمني. ولعمري ولعمري يعني وحياتي ما زال حبك قيدا في حالتي بعادي وقربي. الشاعر هنا بيكلم محبوبته يقول لها وحياتي عندك ما زال حبك، الحب بتاعك ده قيد بيأيدني في حالة بعادك أو قربك. ماشي يا عم. طب حبك قيد ده إيه؟ مشبه، أنا شبهت الحب إنه قيد، يبقى تشبيه بليغ، ما عنديش هنا أداة ولا وجه شبه. وكأن المياه دمع سرور وكأن الرياح قلب جباني. طيب وكأن دي أداة تشبيه، وكأن المياه مشبه، وكأن المياه دمع مشبه به. هل عندي هنا وجه شبه؟ لا ما عنديش، يبقى أنا عندي هنا 3/4 ده إيه؟ ده مجمل. رقم 10 بيقول لك لا ترجو شيئا خالصا نفعه فالغيث لا يخلو من العيس. يعني ايه الكلام ده؟ العيس هنا بمعنى الفساد. بيقول لك بص يا عم، لا ترجو شيئا خالصا نفعه، مفيش حاجه نافعه 100%. ده انت هتلاقي الغيث اللي هو المطر لا يخلو من العيس اللي هو الايه؟ الفساد. حتى المطر هتلاقي منه كده ايه؟ كم نقطه يعني مش احسن حاجه. طيب
من الاخر كده بيقول لك ما تتعشمش في حاجه تكون نافعه على طول. هنا انا مش بشبه حاجه بحاجه. طيب هل بشبه هيئه بهيئه؟ لا برضو. طب انا هنا في حكمه، يبقى ده تشبيه ايه؟ تشبيه ضمني انا فهمته من السياق، ما عنديش اداه ولا وجه شبه ولا عندي اي حاجه. رقم 11 بيقول لي الرجل ذو المروءه يكرم على غير مال. الراجل اللي عنده رجوله يعني يكرم، ذو المروءه يكرم على غير مال، كالاسد يهاب ايه؟ يهاب رابضا. زي الاسد بالظبط. انت لو شفت اسد من غير ما يتحرك انت خايف منه، زي بالظبط الرجل ذو المروءه. يبقى انا بشبه هنا حاله الرجل بحاله الاسد، يبقى انا بشبه حاله بحاله، يبقى ده تشبيه تمثيلي. رقم 12 لا كثيرة كصحيفة الأبرار طاهرة نقية. لا كثيرة، سيرة مين زي مين؟ أنا عندي مشبه سيرة، زي أدي الكاف أهي أداة التشبيه. صحيفة مشبه به. صحيفة الأبرار إيه بقى؟ طاهرة نقية، ده وجه الشبه. يبقى أنا عندي هنا كام ركن؟ أدي مشبه، أدي أداة، مشبه به، وجه الشبه، 4/4، يبقى ده مفصل. سؤال رقم 13 بيقول لي ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع. بيقول لك إيه هنا؟ هو بيشبه حالة اللي بيأمن الدنيا. أي واحد بيأمن للدنيا بيكون زي إيه؟ زي بالظبط اللي قابض على الماء. أكن واحد بالظبط جه كده على شويه ميه وراح عامل كده، اكيد طبعا مش عارف يمسك الميه هتطلع من بين فروج الاصابع. فده انا بشبه حاله من يأمن الدنيا بحاله اللي بيكون قابض على الماء، يبقى ده تشبيه تمثيل. ولا ترجو السماحه من بخيل، ما تستناش حاجه من واحد بخيل. فما في النار للظمآن ماء. طب هل هنا في حد زي حد؟ هل هنا انا بشبه حاله بحاله؟ لا، ده جاب لي هنا حكمه وانا فهمت التشبيه ده من سياق الكلام، يبقى ضمني. بيقول لك ايه؟ ولربما انتفع الفتى بعدوه. قال لك انت عدوك ده ممكن تنتفع بيه. والسم احيانا يكون دواء. يبقى هو هنا برضو اداني حكمه. طب انا بشبه هنا حاجه زي حاجه؟ لا، ده هنا بيقول لي ولربما انتفع الفتى بعدوه. عدوك ده انت ممكن تنتفع بيه في يوم من الايام. يا عم ده السم ساعات بيكون دواء، يبقى ده تشبيه برضو ضمني. رقم 16 بيقول لي يا صاحبي خذ علم المحبة عنهما إني وجدت الحب علما قيما. طيب خذ علم المحبة، ده أنا عندي مضاف ومضاف إليه، يبقى ده نوع إيه؟ نوع بليغ. طيب أدي المشبه المحبة وعلم مشبه به. رقم 17 عنترة بيقول لنا كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريس ولا عجل. بص بقى، كأن دي الأداة. كأن مشيتها أنا بشبه إيه هنا؟ المشية، يبقى ده مشبه. مشيتها من بيت جارتها، مالها بقى؟ مر السحاب، يبقى ده مشبه به. يبقى أنا عندي هنا الأداة والمشي، انا بشبه المشيه بتاعتها يعني. مر السحاب ده المشبه به. طب فين وجه الشبه؟ لا ريس ولا عجل، يعني ما بتمشيش بسرعه وما بتمشيش بالراحه، متوسطه كده في المشيه بتاعتها، ده وجه الشبه. يبقى ده تشبيه ايه؟ تشبيه مفصل. رقم 18 بيقول لي وكأن أجرام النجوم لوامع درر نسرن على بساط أزرق. طيب وكأن دي أداة. أجرام النجوم دي لما تكون النجوم كلها جنب بعضها كده لوامعا وهي بتلمع كده، زي ايه بقى؟ زي الدرر اللي هو اللؤلؤ. زي اللؤلؤ لما اجي كده ارميه على بساط سجادة يعني لونها ازرق. انا بشبه هنا ايه؟ بشبه حالة بحالة. حالة ايه؟ بشبه حالة أجرام النجوم وهي بتلمع في السماء زي الدرر، زي اللؤلؤ لما اجي ارميه على بساط ازرق اللي هي سنجاده الزرقاء يعني. طب انا بشبه هنا حاله بحاله، يبقى تمثيل. ليس الهوى سلعة تشرى على ملأ
ولا تباع ولا يأتي بها الغلب. طيب أنا هنا عايز إيه؟ أنا عايز تشبيه مين زي مين. هل هنا عندي أداة؟ لا. يبقى أنا أدور على مشبه ومشبه به. طيب امشي معايا واحدة واحدة. ليس الهوى سلعة. إيه ده؟ هو الهوى ده سلعة؟ لا. يبقى أنا شبهت الهوى مشبه بسلعة مشبه به. عايز أعرف في تشبيه ولا لا، أحط زي الهوى زي السلعة، مشيت معايا، يبقى ده تشبيه بليغ. رقم 20 بيقول لي ايه؟ رقم 20 بيقول فإن تفق أو تفق الأنام وأنت منهم فأن المسك بعض دم الغزال. مش فاهم. بيقول لك لو أنت تفوقت على الأنام اللي هم الناس وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. خلي بالك احنا المسك ده بنجيبه منين؟ من بعض دم الغزال. فبيقول لك ان انت لو الناس كلها حواليك وانت احسن واحد فيهم فعادي، ده احنا بنجيب المسك من بعض دم الايه؟ الغزال. دم الغزال ده كله عادي بالنسبه لنا، انما المسك ده بيكون ايه؟ شويه كده او مكان معين اللي فيه دم الايه؟ دم الغزال. طيب يبقى ده ايه؟ طب انا عندي هنا تشبيه، عندي حد زي حد؟ لا. طب انا بشبه هنا حاله بحاله؟ لا برضه. ده جاب لي هنا حكمه، يبقى ده تشبيه ضمني. قال لك ولاحة الشمس. ولاحة الشمس تحاكي عند مطلعها مرآة تبر بدت في كف مرتعش. قال لك ولاحة الشمس. يعني ايه ولاحة الشمس؟ يعني الشمس دي وهي بتظهر بتحاكي بقى، يعني تشابه عند مطلعها ايه؟ مرآة تبر، التبر اللي هو الذهب، بدت في كف مرتعش. اكن بالظبط واحد واقف ماسك المرايه، المرايه دي اللي هي مرايه التبر يعني اللي هي الذهب، وبتعمل كده اكن كفها بالظبط مرتعش. طيب يبقى انا عندي هنا بشبه ايه؟ حاله الشمس وهي بتظهر زي المراه اللي هي بتاعت التبر اللي هي الذهب، يعني مرآة الذهب، فده تشبيه تمثيل. هلا مننت بلقيا استرد بها فجر الشباب فشمس العمر في الطفل. طيب بص هنا بيقول لك ايه؟ هلا مننت بلقيا استرد بها فجر الشباب فشمس العمر. خلي بالك فجر الشباب مضاف ومضاف اليه، شمس العمر مضاف ومضاف اليه، يبقى ده تشبيه بليغ. ادي المشبه، ادي المشبه به، وادي المشبه، وادي المشبه به. السؤال اللي بعد كده بيقول واصبح شعري منهما في مكانه وفي عنق الحسناء يستحسن العقد. يعني ايه الكلام ده؟ واحد الشاعر بيتكلم بقى، بيفتخر بنفسه، بيقول اصبح شعري منهما في مكانه، انا شعري بقى في مكانه. زي ايه بالظبط؟ زي العقد اللي هو بيبقى المكان المحبب ليه، اللي هو ايه بقى؟ عنق الحسناء، اللي هو عنق الفتاة او المرأة الجميلة يعني. يستحسن الايه؟ يستحسن العقد. يبقى هو بيشبه شعره بالظبط زي العقد كده، لما واحدة شكلها حلو تلبسه فهو احسن مكان في العنق طبعا، يعني محدش بيلبس العقد في رجله مثلا. طيب يبقى هو هنا عمل ايه؟ هو هنا جاب لي حكمة، مش بيشبه حاجة بحاجة، يبقى ده تشبيه ضمني. رقم 24 بيقول لي فاخلع مسوح الحزن تحت ظلاله والبس رداء الشعر والأحلام. طيب خلي بالك مسوح هنا يعني ثياب، بيقول لك فاخلع ثياب الحزن. ده انا عندي مضاف ومضاف اليه، مشبه ومشبه به. انا شبهت الحزن بايه؟ بثياب اللي هي المسوح. طيب يبقى ده تشبيه ايه؟ تشبيه بليغ. وعندنا كمان رداء الشعر نفس الكلام، شبهت الشعر برداء. طيب رقم 25 بيقول لي والنخل متشح بالغيم تحسبه هيف العرائس في بيض الأزري. بيض الأزري، الأزر ده اللي هو الفستان يعني. هو بيقول لك ايه؟ والنخل متشح. متشح هنا يعني قال لك النخل متشح بالغيم، اكنه بالظبط لابس السحب يعني. طيب تحسبه يعني تظنه. قال لك والله والنخل ده متشح بالغيم يعني مليان بالغيم كده، اكنه لابس الغيم بالظبط اللي هي السحب يعني. هيف العرائس، عامل زي العرائس لما بيكونوا لابسين ايه بقى؟ الفساتين لونها ابيض. ماشي. هو هنا بيشبه ايه بايه؟ بيشبه النخل وهو في وسط الغيوم كده
عامل بالظبط زي العرائس، يبقى هو هنا بيشبه حالة بحالة، يبقى ده تشبيه تمثيل. وكأن الشمس المنيرة دينار، وكأن دي أداة، الشمس المنيرة ده مشبه، دينار مشبه به. طيب جلته حدائده الدرابي. طب أنا عندي هنا كم وجه؟ عندي 3/4، يبقى ده مجمل 27. والشعر مرآة النفوس يذيع ما طويت قراراتها على كتمانه. الشعر مرآة النفوس. يعني ايه مرآة النفوس؟ يعني كل شاعر والله حزين يكتب شعر حزين، مبسوط يكتب شعر مبسوط، فالشعر مرآة النفوس. طيب انا عندي هنا الشعر مرآة، ادي مشبه وادي مشبه به. طيب يبقى انا عندي تشبيه بليغ، الشعر مرآة. فانهض إلى صهوات المجد معتليا، فالباز اللي هو الصقر لم يأوى إلا عالي القلل اللي هي أعالي الجبال. طيب هو بيقول لك إيه بقى؟ فانهض إلى صهوات المجد، أعالي المجد يعني معتليا. طالما أنت صممت على حاجة خليك في القمة. زي مين؟ زي الصقر بالظبط. الصقر ده ما بيطلعش غير إلا لأعالي الجبال. طب هو هنا عمل ايه؟ هنا شبه حالة بحالة؟ لا. طب هو جاب لي ايه هنا؟ حكمة. طب عرفت منين؟ ان انا ما عنديش هنا تشبيه، ما عنديش أداة تشبيه، ما عنديش مين زي مين، انما هو جاب لي حكمة وانا فهمت ان ده تشبيه ضمني. ظهر على قدر الوضيع به، وهوى الشريف يحطه شرفه، كالبحر يرسب فيه لؤلؤه سفلا وتطفو فوقه جيفه. طب يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك ظهر يعني زمن على قدر الوضيع به، يعني بيقول لك احنا في زمن دلوقتي الوضيع اللي هو الانسان الحقير السفيه اللي هو ملوش لازمه، وهوى الشريف يحطه شرفه، والشريف اللي المفروض يكون هو احسن واحد لا، ملوش مكان في الزمن ده. زي البحر بالظبط بيرصف فيه لؤلؤه، اللؤلؤ اللي هو الحاجه الجميله بيخليها تحت البحر خالص، وبعدين بتطفو فوق البحر بقى بيكون ايه؟ جيفه اللي هي القاذورات يعني. ماشي، هو شبه ايه هنا؟ شبه حالة بحالة، يبقى ده تشبيه تمثيلي. سؤال 30. السؤال بيقول يهز الجيش او الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب. بيقول لك ايه بقى؟ هو هنا بيمدح الملك، بيقول له ايه؟ بيقول له يهز الجيش حولك جانبيه. احنا عارفين ان الجيش ده بيكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن وسط الجيش والميمنة والميسرة، فبيقول لك ان الجيش بيهز جانبيه حولك. زي ايه بقى؟ زي بالظبط العقاب اللي هو النسر الكبير يعني لما ينفض جناحيه. طيب يبقى هو هنا بيشبه حالة الجيش، وهو بيهز الجيش يعني وهو حول الملك، زي بالظبط العقاب او النسر لما ينفض ايه؟ ينفض جناحاته كده. يبقى ده بشبه حالة بحالة، يبقى ده تشبيه ايه؟ تشبيه تمثيلي. وقد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور في القضيب الرطيب. بص بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك قد يشيب الفتى وليس عجيبا. انت ممكن تشوف فتى لسه في العشرينات ولسه المفروض ما شافش حاجة في الدنيا يعني، قال لك والراجل ده شاب. زي ايه بقى؟ أن يرى النور اللي هو الزهر في القضيب الايه؟ في القضيب الرطيب. طيب اللي هو في الغصن الايه؟ في الغصن اللين يعني. فقال لك والله ده نفس الكلام، حكمة، انا مش بشبه حاجة بحاجة وما عنديش أداة تشبيه يبقى ضمني. الحق أبلج هنا بمعنى ظاهر. الحق أبلج كالصباح لناظر لو أن قوم حكموا الأحلام. طيب الحق ده مشبه، الحق أبلج ده وجه الشبه. زي مين؟ زي الصباح مشبه به، وادي الأداة وادي وجه الشبه. يبقى أنا عندي هنا كام ركن؟ عندي الأربعة. الحق هو المشبه، أبلج يعني ظاهر هو ده وجه الشبه، الكاف أداة تشبيه، الصباح مشبه يبقى مفصل. بوليتو
بلا الأطلال إن لم أقف بها، وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. طيب بليت بلا، خلي بالك بليت بلا يبقى ده على طول مفعول مطلق، ده شكل من أشكال التشبيه البليغ. انت كل اللي عليك اللي انت بتدور على التشبيه، ما يهمكش قوي البيت كله بيتكلم عن ايه، ما يهمكش، اهم حاجة اكون مطلع شكل التشبيه. الورد في اعلى الغصون كأنه ملك تحف به ثروات جنوده. بيقول لك الورد وهو في اعلى الغصون عامل بالظبط زي الملك وهو حواليه الجنود بتوعه. طيب انا عندي هنا حالة زي حالة، يبقى ده تشبيه تمثيلي. السؤال رقم 35 بيقول جاءت معذبتي اللي هي حبيبته يعني في غياهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. طيب هو عايز يقول ايه؟ بيقول لك جاءت معذبتي، ماشي يا عم، معذبة اللي هي حبيبته يعني، يبقى ده مشبه، بيشبه حبيبته في غياهب الغسق اللي هو الفجر يعني الصبحية كده، كأنها ايه بقى، دي أداة تشبيه، الكوكب الدري ده مشبه به. يبقى أنا عندي كام هنا؟ 3/4 في الأفق، طبعا دي مش وجه شبه. طيب يبقى أنا عندي 3/4 ده مكمل. السؤال 36 بيقول وأخو الجهالة في الحياة كأنه ساع إلى حرب بغير حسام. طيب هو هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك الشخص الجاهل في الحياة كأنه، دي أداة تشبيه، ساع إلى حرب بغير حسام، الحسام اللي هو السيف. بيقول لك والله الشخص الجاهل في الحياة ده عامل بالظبط زي اللي راح الحرب من غير سلاح، راح يعمل إيه مش عارف. طيب هو هنا بيشبه إيه؟ حالة بحالة، ده تشبيه مركب خلاص تمثيل. رقم 37 ما كل ما يتمنى المرء يدركه، مش كل حاجة انت بتتمناها هتجيلك. تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. الله، دي حكمة. في هنا تشبيه، في حد زي حد؟ لا. طب هنا في أداة أنا بشبه حالة بحالة؟ لا برضو. ده أنا كان عندي حكمة هنا، قال لك مش كل حاجة انت بتتمناها هتاخدها. تأتي الرياح بما لا تشتهي الايه؟ السفن. تيجي الرياح في أي وقت كده للسفن. طيب يبقى أنا عندي ده ضمني. 38 بيقول لي كسور كالكواكب لامعات يكادن يضئن للسار الظلامة. قصور ده مشبه، كاف أداة تشبيه، كالكواكب مشبه به، لامعات ده وجه الشبه. يبقى أنا عندي هنا كام وجه؟ عندي 4، أو عندي كام ركن؟ 4/4. يبقى ده تشبيه مفصل. رقم 39 السؤال بيقول فخذ الجسم حفنة من رماد وخذ الروح شعلة من حريق. طيب أنا عندي التشبيهات اللي هنا اهي، حفنة من رماد وشعلة من حريق. طيب أنا عندي مشبه ومشبه به، بس ما عنديش أداة ولا وجه شبه، يبقى بليغ. والبدر في أفق السماء، البدر اللي هو القمر يعني، كغادة أو كغادة بيضاء لاحت في ثياب حداد. طيب أنا هنا بشبه إيه؟ بشبه حالة البدر كإيه؟ كغادة بيضاء لاحت في ثياب إيه؟ في ثياب حداد. يبقى أنا عندي بشبه حالة بحالة، عندي الأداة اهي، يبقى ده تشبيه تمثيل. لا يعجبن مضيما حسن بذته وهل يروق دفينا جودة الكفن. بيقول لك ايه بقى؟ لا يعجبن مضيما اللي هو المظلوم، حسن بذته اللي هي الملابس بتاعته يعني، هل يروق دفينا جودة الكفن، هل الراجل اللي ميت ده هيفرق معاه جودة الكفن يعني قطن لقرة والكلام ده؟ اكيد لا. وخلي بالك انا بتكلم دلوقتي عن ان هي دي حكمة، ما عنديش تشبيه، مش بشبه حاجة بحاجة، يبقى ده ضمني. وكأن إيماض السيوف بوارق وعجاج خيلهم سحاب مظلم. بيقول لك ايه بقى؟ إيماض السيوف اللي هو يعني النور اللي بيطلع من السيوف ده، بوارق، وكأن دي الأداة، إيماض السيوف ده مشبه خلاص كده. طيب بوارق ده مشبه به، وعجاج خيلهم سحاب ايه؟ مظلم. عجاج خيلهم بقى لما تيجي تشوف الخيول او في الحرب الخيل وهي بتجري كده، عجاج الخيول اللي هو التراب اللي بيعمله الخيل يعني بيعمل سحاب ايه؟ سحاب مظلم. ده يدل طبعا على قوة الجيش.
طيب وكأن إيماض السيوف بوارق، يبقى أنا عندي أداة، عندي مشبه، عندي مشبه به، يبقى تشبيه مجمل. السؤال رقم 43 بيقول إيه؟ أنت كالشمس في الضياء وإن جاوزت كيوان في علو المكان. طيب أنت ده مشبه، أنت كالشمس دي أداة، أنت زي الشمس ده مشبه به الشمس، في الضياء ده وجه الشبه. عندي كام ركن؟ عندي 4، يبقى ده منفصل. لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي. الشاعر بيكلم واحدة بالله، لا تنكري عطل الكريم من الغنى. الراجل الكريم ده في يوم من الأيام بيبقى فقير خلاص كده، فالسيل اللي هي السيل اللي هو المطر يعني حرب للمكان الايه العالي، ما يحبش المكان العالي يعني. فهو هنا ما بيشبهش حالة بحالة، انما ده تشبيه ضمني، لان دي ايه؟ لان دي حكمة. عرفت منين؟ انا ما عنديش تشبيه، ما عنديش اداة، ما عنديش وجه شبه، يبقى تشبيه ايه؟ تشبيه ضمني. سؤال رقم 45 بيقول اذا ابتسمت ضاء بعيني ابتسامها كما ضاء وجه البدر في صفحة القمر. بيقول لك والله هي لو ابتسمت ضاء بعيني ابتسامها، ابتسامتها بتظهر في عيني، كما ضاء وجه البدر في صفحة القمر. هو هنا بيشبه ايه؟ بيشبه حالة بحالة، صح كده؟ حالة لما هي بتبتسم زي بالظبط وجه الايه؟ وجه البدر اللي هو القمر يعني. طيب حالة بحالة يبقى تمثيل. ونشربها فتتركنا ملوكا وأزدا ما ينهنهنا اللقاء. بص بقى، ونشربها فتتركنا ملوكا، هو هنا بيتكلم عن ايه؟ نسبة كبيرة بيتكلم عن الخمرة يعني. بيقول لك ونشربها فتتركنا ملوكا، لما بنشرب الخمرة بتتركنا ملوكا وأزدا. طب هو هنا بيشبه ايه؟ بيشبه المتكلم اللي هو فتتركنا النا بتاعتنا بالملوك والأزد وما ينهنهنا اللقاء، ما بتبعدناش عن اللقاء. يبقى هو هنا عندي تشبيه أو عندي مشبه ومشبه به. هو المشبه أو هم المشبه، وملوكا المشبه به أو أزدا، يبقى عندي تشبيه بليغ. لا ينزل المجد إلا في منازلنا. المجد ده ما بيجيش غير في بيتنا، ما بينزلش غير عندنا. كالنوم ليس له مأوى سوى المقل. المقل اللي هي العين. بيقول لك والله المجد ده ما بينزلش غير في بيتنا، خلاص زي النوم بالظبط، ما بيجيش غير فين؟ غير في العين. طيب قال لك والله لا ينزل المجد إلا في منازلنا كالنوم. أنا بشبه حالة المجد بإيه؟ بحالة تانية، يبقى ده تشبيه تمثيل. إذا ما الرعد زمجر خلت أزدا غضابا في السحب لها زئير. بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك لما الرعد ده زمجرة يعني بيعمل صوت، خلت أزدا أسودا يعني غضابا في السحاب لها إيه؟ لها زئير. يبقى أنا عندي هنا إيه؟ أنا عندي هنا الرعد أنا بشبهه بالإيه؟ بالأسد، يبقى أنا عندي مشبه، خلته دي أداة تشبيه، مشبه به، يبقى أنا عندي هنا 3 أركان، يبقى أنا عندي تشبيه مجمل. طيب هرب النوم عن جفوني فيها هرب الأمن عن فؤاد الجبان. بص أول ما تلاقي هرب النوم هرب، خلي بالك هرب ده فعل، واحنا عندنا مفعول مطلق بيكون نفس لفظ الفعل زي شرب شربا واكل اكلا. يبقى هرب النوم عن جفوني فيها هرب الامن، يبقى عندي هنا تشبيه بليغ نوعه مفعول مطلق، يبقى ده تشبيه بليغ. سؤال 50 والصمت عن جاهل او احمق شرف وفيه ايضا لصون العرض اصلاحه. اما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخشى لعمري وهو نباح. بص بقى، بيقول لك والصمت عن جاهل او احمق شرف، يعني لما اشوف واحد جاهل او احمق بيتكلم اسكت، ده شرف خلاص. وفيه ايضا لصون العرض اصلاح، انت كده بتصون العرض بتاعك. هل انت شفت الاسد؟ الاسد ده بنخشاه يعني بنخافه يعني وهي صامتة، والكلب محدش بيخاف منه وهو ايه؟ وهو نباح.
يبقى بيقول لك خليك صامت زي الايه الاسد، والكلاب سيبها تنبح كتير. طيب هنا هو اداني حكمه على الكلام، يبقى هو هنا تشبيه ايه؟ تشبيه ضمني. هنا مش بيشبه حاله بحاله، هو هنا اداني حكمه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ميز سر جمال التشبيه فيما تحته خط. طيب خلينا نقول ان احنا عندنا المشبه والمشبه به. بص بقى ركز معايا كده، لو انا عندي مشبه ومشبه به، لو انا عندي مشبه غير عاقل شبهته بعاقل، يبقى ده سر جمال التشخيص. طيب لو انا عندي مشبه معنوي شبهته بمادي، سر جمال تجسيد او تجسيم. طب اي حاجه غيرهم يبقى توضيح. وينبت عندي نخيل الوداد. طيب نخيل الوداد، انا عندي الوداد هو ده المشبه، نخيل الوداد ده عندي مضاف ومضاف اليه، يبقى ده المشبه وده المشبه به. طب الوداد ده شيء معنوي ونخيل ده شيء مادي، يعني يدرك بالحواس الخمسه، يبقى انا عندي هنا بشبه معنوي بمادي، يبقى سر جمال التجسيم او التجسيد. كل الرياحين جند، الرياحين لا الرياح يعني. طيب جند يبقى انا بشبه حاجه غير عاقل بشبهها بعاقل، يبقى ده سر جمال التشخيص. انظر اليه كزورق من فضه. طيب كزورق دي حاجه ماديه والفضه دي حاجه ماديه، مادي بمادي، هل هنا عندي مادي بمادي؟ لا، يبقى ده توضيح، يبقى ده التوضيح. يوم المآب أو يوم المآب كم انتظرتك باكيا وبعثت أحلامي إليك رسولا. بعثت أحلامي إليك رسولا، الأحلام شبهتها بالرسول، غير عاقل شبهته بعاقل، يبقى ده سر جمال التشخيص. وترى الشوكة في الورودة وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. الندى اللي هي قطرات الندى، والإكليل اللي هو التاج، ده مادي وده مادي، صح؟ صح. طيب يبقى مادي بمادي توضيح. مسافرا في دروب الشوق تحرقني نار انتظاري ووجداني لها لهب. نار انتظاري مضاف ومضاف إليه، شبهت انتظاري بالنار، ادي مشبه ومشبه به. طب الانتظار ده شيء معنوي والنار ده شيء مادي، خلي بالك احنا قلنا معنوي بمادي على طول تجسيم او تجسيد. عيناك غابة نخيل، عيناك شيء مادي، غابة نخيل مادي، يبقى مادي ومادي توضيح. فثوب الرياء، الرياء ده لما انا مثلا اعمل حاجه علشان الناس، يعني بصلي علشان الناس تقول ان انا بصلي، ده اسمه رياء. طيب فثوب الرياء ده مضاف ومضاف اليه. طيب الرياء ده شيء ايه؟ شيء معنوي. طيب ثوب شيء مادي، معنوي ومادي على طول تجسيد او تجسيم. تلك المعالي عروس انت خاطبها تبذل لها المهر من كد ومن نصب. طيب تلك المعالي عروس، انا بشبه هنا حاجه غير عاقل بعاقل، يبقى سر جمال التشخيص. السؤال اللي بعد كده بيقول لك بين نوع التشبيه وسر جماله فيما يلي. اهلا وسهلا بالمشيب فانه سمة العفيف وحلية المتحرج، وكأن شيبي نظم در زاهر في تاج او في تاج ذي ملك أغر متوجي. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك اهلا وسهلا بالمشيب، المشيب اللي هو لما شعري بيض يعني. سمة العفيف وحلية المتحرج، كأن ايه بقى؟ وكأن شيبي، بص بقى هو بيشبه حاله بحالة الشيب، وهو ايه بقى؟ عامل زي الدر، عامل زي اللؤلؤ كده في تاج الملك اللي هو بيكون متوج. ماشي، يبقى هو انا بيشبه حالة بحالة، يبقى ده تمثيل. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتلهم. بيقول لك اصبر على كيد الحسود اللي غيران منك يعني، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. يعني سيب اللي بيتكلم
عليك اللي هو بيحسدك يعني او بيغل منك، خليه يتكلم فالنار تأكل نفسها ان لم تجد ما تأكله. دي حكمة. يبقى انا بتكلم هنا عن تشبيه ضمني. بيقول لك سيذكرني قومي اذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. بيقول لك الشعر هنا بيقول لك سيذكرني قومي، قومي هيفتكروني اذا جد جدهم، لما يقعوا في حاجه ويعزوني يعني. وفي الليله الظلماء، الليله اللي ما فيهاش نور يعني، الكحل يفتقد الايه؟ البدر. طيب هو هنا عمل ايه؟ برضو حكمه وده ضمني. انا ما عنديش هنا تشبيه صريح، ما عنديش مشبه ولا مشبه به، ولا عندي اداه تشبيه ولا وجه شبه. بيقول لك من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك اللي بيهون عليه مرة او بيهون عليه نفسه مرة، بيهون عليه نفسه كتير، بيسهل الهوان عليه يعني. ما لجرح بميت إيلامي، زي بالظبط لو جبت واحد ميت وقعدت تغزه كده بالسكينة مش هيتأثر. برضو نفس الكلام، دي حكمة وده ضمني. انا ما عنديش هنا تشبيه صريح، ما عنديش مشبه، ما عنديش حد زي حد. طيب ما عنديش وجه شبه، ما عنديش أداة تشبيه. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. طيب بيقول لك أنت ترجو النجاة ولم تسلك إيه؟ المسالك، يعني ما خدتش الطريق بتاعها. إن السفينة لا تجري على اليابس، السفينة ما بتجريش على اليابس، تجري في البحر. دي برضو حكمة. يبقى ده ضمني لأن أنا ما عنديش هنا تشبيه صريح. قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. تمر مر ده مفعول مطلق على طول، ده شكل من أشكال التشبيه البليغ. سؤال 7. قال تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. طيب أنا عايز هنا مشبه. فين المشبه؟ الجوار المنشآت اللي هي الجوار المنشآت اللي هي السفن الجارية، دي المشبه. طيب في البحر كالإيه بقى؟ كالأعلام، كالجبال يعني العالية. يبقى أنا عندي هنا الأداة والأعلام هنا وجه الشبه. يبقى أنا عندي كام حاجة؟ عندي مشبه وعندي الأداة وعندي وجه الشبه، يبقى عندي 3 على 4. يبقى ده تشبيه مجمل. وبكده يا أبطال نبقى خلصنا حل أسئلة كتاب الامتحان 2026. أشوفكم في فيديوهات تانية على خير إن شاء الله. سلام.